السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الفيديو حابة أقول جملة بتتردد على كتير من الطلبة، وهي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نيوتن. مش كنت تاكل تفاحة وانت ساكت؟ بلتنا بمادة محدش عارف فيها أي حاجة. وسؤالنا النهاردة في الفيديو: احنا ليه بندرس الفيزياء؟ يا أهلا وسهلا باللي منورين الشاشة، عاملين ايه؟ يا أحلى ناس، يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسلامة. النهاردة جاي أتكلم في موضوع كده بيعمل لي أنا شخصيا أزمة، ويمكن انت كمان بتحس بنفس الإحساس ده كل ما تسمع كلمة فيزياء. هو أنا ليه أدرس فيزياء؟ ليه أوجع دماغي؟ في قوانين نيوتن والكهرباء المغناطيسية، أنا مش هبقى عالم صواريخ يا عم. ده أنا أصلا لما بنزل أجيب عيش من الفرن بحس إني محتاج بوصلة عشان مرجعش بيتي، صح؟ إيه لازمة القوانين دي كلها؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نيوتن. كنت تاكل التفاحة وانت ساكت وتريحنا؟ سؤال في محله، سؤال جميل جدا. وكتير بنحس إن الفيزياء دي كابوس بيطاردنا من أول إعدادي لحد ما نخلص جامعة. بس صدقني، بعد الفيديو ده نظرتك للفيزياء هتتغير 180 درجة على ضمانتي، وهتكتشف إن الفيزياء دي مش مجرد أرقام معادلات، دي اللغة السرية للعالم، ودي الكتالوج بتاع كل حاجة حواليك يا متعلم يا بتاع الطاقة. أيوة زي ما سمعت، دي لغة سرية، ولغة فك الشفرات والأنماط. نيوتن ده صاحب الفضل، معلش يعني عشان عارفة ان ناس في الكومنتات هتنزل تشتم في نيوتن، بس كملوا للنهاية. نيوتن ده صاحب الفضل في انك تشوف الفيديو ده اصلا، مش بس الراجل اللي في التفاحة وقعت على راسه. بص يا سيدي، اغلبنا بيشوف الفيزياء دي حفظ قوانين وحل مسائل وحاجات كده بتدمر الاعصاب، يعني شوية حاجات بتدرسها غصب عنك عشان تخلص منها. طب تعال نشوف الموضوع من زاوية تانية خالص. تعال نغير الزاوية شوية. موبايلك ده سحر ولا فيزياء؟ حتة الحديدة اللي في ايدك دي، الموبايل اللي في ايدك دلوقتي وبتتفرج عليا منه ده وهتعمل لي منه لايك وسبسكرايب، هل فكرت ازاي بيشتغل؟ وازاي بيشغل الكاميرا اللي بتلقط الصورة؟ وازاي الشاشة بتنور؟ وازاي الواي فاي بيوصلك الانترنت؟ ازاي الشاحن بيشحن البطارية؟ كل دي على فكرة فيزياء يا باشا. ازاي الموجات بتنتقل؟ ازاي الشحنات الكهربية بتتحرك؟ ازاي الضوء بيتحول لصورة؟ كل ده مبني على قوانين فيزيائية اكتشفها نيوتن واصحابه. يعني لما ما كانتش الفيزياء موجودة، كان زمانك لسه بتكلم الناس بالحمام الزاجل، أو بتشوفني حتى على التلفزيون الأبيض والأسود اللي بيشتغل بالهواية. عربيتك مش بتجري بالبركة، العربية اللي بتركبها أو المواصلة اللي بتوصلك مش بتجري بالبركة. الموتور اللي بيشتغل والفرامل اللي بتوقف العربية، حتى حزام الأمان اللي بيحميك من الطير لو عملت حادثة لا قدر الله، يعني ده قانون نيوتن الأول يا معلم. كل دي قوانين الفيزياء، لو ما كانتش الفيزياء موجودة كان زمان العربيات بتطير في الهوا دلوقتي، أو بتفضل واقفة مكانها زي تمثال أبو الهول. بيتك اللي انت عايش فيه ليه ثابت وما وقعش؟ وليه الكهرباء بتوصل لكل الأوضة؟ ليه مية بتطلع للدور العاشر؟ كل ده بسبب فهمنا لقوانين الفيزياء، قوانين الجاذبية وقوانين الميكانيكا، قوانين الكهرباء. يعني لو ما كانتش الفيزياء موجودة كان زمان كل واحد عامل خيمة فوق شجرة، أو بنشوف الكهرباء بعينينا وهي بتتخانق عشان توصل لللمبة. تخيل الفكرة دي. يبقى الفيزياء دي مش مجرد أرقام وجداول، دي الجدول بتاع كل حاجة في حياتك، من أول غسالة الهدوم لحد الصاروخ اللي بيطلع الفضاء. أيوة كده، تخيل معايا. افهم الدنيا ماشية ازاي بجد، مش بس السطح ده، المخ والعضلات بتاعة الكون. تخيل كده ان انت معاك اغلى واعقد لعبة في العالم، بس انت مش معاك كتالوج بتاعها. هل هتعرف تلعبها او تستخدمها صح؟ لا طبعا، ومستحيل. الفيزياء هي اللي بتعلمك الكتالوج ده، وهي اساسا كتالوج الكون اللي احنا عايشين فيه ده. سر الأكوان المجهولة، ليه الشمس بتطلع كل يوم؟ ليه النجوم بتنور؟ ليه في كواكب بتلف حوالينا؟ ليه القمر جسم معتم؟ الفيزياء بتشرح لك حركة الكون كله. بتفهم ازاي الجاذبية بتتحكم في كل حاجة، ازاي الضوء بيوصل لنا من ملايين السنين الضوئية، وازاي الطاقة بتتحول من شكل لشكل تاني. الفيزياء بتخليك تبص للسماء مش على انها مجرد سقف ازرق او سقف اسود، لا، بتخليك تشوفها في فيلم وثائقي، بتفهم كل لقطة فيها. التكنولوجيا اللي بتغير حياتنا، كل اختراع جديد بنشوفه من اللابتوب والإنترنت السريع لحد الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كلها مبنية على اكتشافات فيزيائية. الفيزياء دي هي المصنع اللي بيطلع أحدث وأهم التكنولوجيا في العالم. لما بتدرس فيزياء بتفهم ازاي العالم بيتقدم، وازاي ممكن تشارك انت كمان في التقدم ده. الطاقة والمستقبل، كلنا بنسمع عن أزمة الطاقة وعن الطاقة المتجددة وعن الطاقة النووية. ايه قصتها وازاي بتشتغل؟
الفيزياء بتشرح لك كل ده، بتفهم ازاي ممكن نستغل الشمس والرياح وازاي نوصل لطاقة نظيفة. يعني الفيزياء دي البوصلة اللي بتوريك طريق مستقبلنا في مجال الطاقة، وكمان داخلة في الصحة والطب. هل فكرت ازاي أجهزة الأشعة السينية بيشتغل؟ أو ازاي الرنين المغناطيسي بيكشف الأمراض؟ طب ازاي الليزر بيعالج العيون؟ كل دي تطبيقات للفيزياء في الطب. يعني الفيزياء دي المساعد الأول للدكتور في تشخيص وعلاج الأمراض. تعالى كده ندخل على الفوائد. دماغك هتتطور وتبقى مهندس الكون، وهيبقى عندك قوة وتحليل وكمان تفكير إبداعي. دراسة الفيزياء مش بس عشان تحل مسائل معقدة وترسم رسومات غريبة، دي بتعمل في دماغك عملية تحديث، كأنك بتنزل أحداث سوفت وير على المعالج بتاعك، بتخليك كمان محلل عبقري مش سهل يضحك عليه. الفيزياء بتعلمك ازاي تفكر بشكل منطقي، ازاي تحل المشكلة الصغيرة، ازاي تدور على الأسباب والنتائج، وازاي توصل للحل الصح خطوة بخطوة. المهارة دي مش بس عشان تحل مسألة فيزياء، دي بتنفعك في أي مشكلة في حياتك، سواء كنت في الشغل في البيت أو حتى لو عايز تصلح حاجة بايظة. بتخليك مهندس كده مرتب في تفكيرك، مفكر شاطر مش بغبغاء بيقول أي كلام كده وخلاص. بيعلمك ازاي تسأل ليه وازاي وايه اللي يثبت الكلام ده صح. بيخليك ما تقبلش أي معلومة كده على إنها مسلمة، وتدور على الأسباب العلمية والمنطقية وراها. يعني لو حد قالك كلامه خلاص، الفيزياء بتخليك تقول طب فين القانون اللي يثبت كلامك ده يا أستاذ. بتقوي مهارة ربط المعلومات ببعضها. الفيزياء بتوريك ازاي كل ظواهر الكون مرتبطة ببعضها، الكهرباء بالمغناطيس، الحرارة بالطاقة، الحركة بالقوة. بتتعلم إن الكون ده كله شبكة واحدة، شبكة مغناطيسية أو شبكة عنكبوتية، ومفيش حاجة بتحصل إلا وليها سبب. المهارة دي بتساعدك على فهم تعقيدات الحياة اللي احنا عايشين فيها، وتشوف الصورة الكبيرة، وكمان بتزود قدرتك على حل المشكلات بشكل إبداعي. يعني بمثال بسيط، لما بتواجه مشكلة فيزيائية صعبة، بتضطر تشغل دماغك وتجرب طرق مختلفة وتفكر بشكل مبتكر علشان تلاقي الحل للمهارة دي. المهارة دي بتنتقل معاك كده لكل مشاكل حياتك، سواء في تطوير منتج جديد أو حتى في إيجاد حل لمشكلة مجتمعية. وكمان بتفتح وبتوسع مداركك وبتخليك كده ابن عم الناس العالمي. بتعرف إن الدنيا دي أكبر بكتير من اللي انت شايفه بعينك، وبتشوف أسرار الكون وطبيعة المادة، وده بيخليك متسامح أكتر ومتقبل أفكار جديدة. وبتخليك كده فنان كده في نفسك، بيفهم لوحة كونية معقدة. وكمان بتديك فرص للمستقبل برعاية العلم مفتاح الابتكار والتميز. البعض فاكر اللي بيدرس فيزياء ده آخره يطلع مدرس فيزياء، مع احترامي الخالص والكامل طبعا لكل مدرسين الفيزياء مدرسين الأفاضل. لا يا سيدي، ده تفكير أيام زمان خالص، أيام جدي وجدك. الفيزياء دي بتفتح لك أبواب كتيرة جدا في مجالات مختلفة انت نفسك ما كنتش تتخيلها. طب اسمع كده معايا. مجالات التكنولوجيا الحديثة، أي حد بيشتغل في تصميم الموبايلات والكمبيوترات والروبوتات وتطوير الذكاء الاصطناعي، برمجة، أجهزة التحكم، كل ده مبني على أساس فيزيائي قوي. الهندسة بكل أنواعها، سواء كنت مهندس كهرباء أو ميكانيكا أو حتى إلكترونيات، مهندس اتصالات أو طيران أو مهندس مدني، كل دول لازم يكون عندهم فهم عميق للفيزياء. مجالات الطاقة المتجددة، المهندسين بتوع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، كل دول بيستخدموا الفيزياء في شغلهم اليومي. واسألهم كمان. الطب وتطوير الأجهزة الطبية، مهندسين الأجهزة الطبية والباحثين في مجال التصوير الطبي، كل دول بيعتمدوا على قوانين الفيزياء. الفلك وعلوم الفضاء، لو بتحلم تشتغل في وكالة فضاء زي ناسا أو تكتشف كواكب جديدة زي الفيزياء بقى هي تذكرتك للرحلة دي. البحث العلمي في أي مجال، أي باحث علمي عشان يحلل البيانات ويعمل تجارب محتاج يكون فاهم أساسيات الفيزياء. يعني لو انت بتدرس فيزياء صح، مش مجرد بتحفظ قوانين، انت بتدي لنفسك ميزة تنافسية رهيبة في سوق العمل. بتكون مطلوب في اكتر الوظائف تقدما، وكمان اعلى في المرتب في العالم. بتكون مستعد لأي وظيفة ممكن تظهر في المستقبل ومحدش يعرفها دلوقتي، لان الفيزياء هي اللي بتخلق الوظائف الجديدة دي وبتكون مسؤول عنها. تعال بقى ندخل على ختام الحكاية. الفيزياء مش صداع. نيوتن دي قوة خارقة في دماغك، والمفروض نشكر نيوتن ونشكر التفاحة اللي وقعت عليه. في الآخر كده خلينا نبص لدراسة الفيزياء مش على إنها كابوس في المدرسة أو مادة بنحفظها عشان الامتحان ونجيب فيها كام درجة. لأ، دي استثمار حقيقي فيك أنت، في عقلك، في مستقبلك، في كل حاجة في حياتك. الفيزياء دي مش هخليك تنسى مكان بيتك، بالعكس، دي هتخليك تفهم ليه بيتك ثابت، وليه الكهرباء بتوصل حتى لشحن تليفونك والغسالة والبوتاجاز. والكهرباء على فكرة في بوتاجازات كهربائية على ما أعتقد يعني، وللأجهزة اللي فيه بتشتغل. هي اللي هتخليك تفهم الكون كله وتفهم الطبيعة وتفهم ازاي كل حاجة حواليك. فكر في الموضوع، ولو انت بتعرف تدوس على زرار التشغيل يا سيدي في الموبايل، فدي خطوة أولى حلوة قوي.
بس يا صديقي بقى، لو درست فيزياء بجد وعرفت تحلل وتستفيد منها، ساعتها انت بتمتلك المفتاح السحري والبوصلة والخريطة كمان لريموت الكنترول بتاع الكون كله، وهتوصلك لأي حتة انت عايزها في العالم. المعرفة والابتكار دي مش مجرد دراسة، دي فلسفة حياة كاملة بتخليك أقوى وأذكى وأكتر نجاح في كل حاجة بتعملها. وحتى هتفهم ليه التفاحة وقعت على راس نيوتن بالظبط وما وقعتش فوق، ويمكن ده نصيب عشان خاطر يحط لنا قوانين. ايه رأيكم في كلامي؟ هل غيرت نظرتك على الفيزياء؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان هنعمل سلسلة من الفيديوهات عن انت بتذاكر المواد ليه. والسلسلة دي هتكون مفتاح ليك، مفتاح لعقلك علشان خاطر تحب المواد وتحاول انك تتقبلها وتذاكرها بهدف الاطلاع، مش بهدف انك تدخل امتحان وتكتب كلمتين وتنسى كل اللي ذاكرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.